السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن اخواتي؟ بتمنى الكل تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا فيكم، نورتوني جميعا. بتمنى هيك تكون ايامكم بيضة وهيك كلها ورود مثل الزهرات اللي حطيناهم بداية الفيديو. بصراحة عجبوني كتير ولفتوا انتباهي فنزلت لكم اياهم. وصفتي لليوم سهلة وبسيطة كتير كتير، بس ما بدنا ننسى نذكر الله. بسم الله نبدأ وبه نستعين. وصفتي لليوم هي الفخاد باللبن، الزبادي أو الياغورت حسب شو بتسموه بالمنطقة اللي انتو ساكنين فيها. هلأ هون أو بالبلد اللي انتو ساكنين فيه، عندي اللبن كيلو، تقريبا كيلو لبن. ضفت له البهارات اللي بحب الفروج، يعني أي بهار بتعرفيه بحبوا الفروج فضيفي. بهارات الماجي، بهارات 7 بهارات. فينك تضيفي بهار أبيض، البابريكا، فينك تضيفي بهارات الشيش. إذا ما عندك بهارات فينك تضيفي بهارات شيش أو بهارات شاورما اللي بتفضلي، بالإضافة لرشة كمان. إذا ما عندك البهار يعني الثوم المجفف أو البصل البودرة فينك تستعيدي عنهم بهالشغلات هيدي، لأن كلهم بهارات الشيش عفوا بيكون موجود بقلبها هيك شغلات. فما فينك تستعيدي عنهم لهدول الشغلات، بالإضافة للملح وورق غار أو ورق اللوري وكبش قرنفل. كمان إذا في عندك حبيبتي اللهم صل على سيدنا محمد، قشر ليمون أو قشر برتقان بيعطوا نكهة كتير طيبة بالشوي. هلأ رح نمزج ودبس بندورة معلقة أو معلقة ونص، وصوص دبس الفليفلة أو حسب شو المنطقة اللي انتو ساكنين فيها، صوص فليفلة ففينكم تضيفوا طبعا. واللي بيحب الحد فينو يضيف حار، واللي بيحب انه ما يكون حاد فينو يضيف حلو. ما بدنا ننسى الخل كتير بيفيدنا بهالوصفة، بيساعد على السوا كمان بالنسبة مع اللبن، وإذا في زفارة بتروح. طبعا هون نحنا ما بدنا ننسى الفخاد كله مغسول ونضيف مثل التلج، مثل ما نكون شايفين حبايبي. رح نضيفهم لهالصوص اللي عملناه. بس هيك رح نخوزن شوي بالسكين مشان يدخل الصوص لقلب الفخدة ولقلب الفروج مشان تستوى معنا منيح وتاخد من النكهة تتشرب كتير منيح. فهون أنا هيك نخوزته مثل ما نكون شايفين. وأكيد أنتو كلكم شاطرين وبتحبوا الوصفات السهلة، فهي وصفة سهلة وسريعة. بتمنى إنكم تستفادوا هيك لو معلومة بسيطة أو فكرة صغيرة. طبعا الستات بيعرفوا يطبخوا كلياتهم شطورين، ستات بيوت ما في منهم، بس نحن بنعطي أحيانا هالفكرة أو بيكونوا نسيانين، مثلا حدا نسيان فكرة فبنذكروا فيها. وللصبايا اللي عم يتعلموا جديد، المتزوجين جديد، الله يوفقهم ويسعدهم يا رب بحياتهم. احيانا بتروح منا فكرة، وخصوصي اللي مسافرين برات البلد يعني ما في مين يسألوا او ياخدوا رأيهم فيه. فهون نحن هيك بدنا بنسهل شوي، ان شاء الله تكون عم تستفادوا حبايب قلبي. هلا انا هون رح خلطهم منيح للفخاد بهالصوص اللي عملته، وراح اغطيهم هيك باي شي. بتغطيهم وبتحطيهم بالبراد، او اذا الجو عندك بارد فينك تتركيهم على المجلة مدة 6 ساعات او حسب الوقت اللي انت فينك اياه، يعني اللي متوفر عندك. فينك تنقعيهم من المسا كمان، اذا كنت موظفة فينك تنقعيهم من المسا وتتركيهم لتاني يوم الصباح تحطيهم بس بالفرن. فأنا هون نقعتهم حوالي 6 ساعات. نقعتهم الصبح وتركتهم لا قبل المغرب، فكانوا هون صاروا عندي شربوا التبل كتير منيح. وبس رح اشويهم. انا هون عندي كام ورقة لوري كنت نسياني ما اضيفهم بصراحة، فضفتهم هون بالصيني تحت الفخاد، وضفت الفخاد وضفت الصوص فوقهم كمان. دائما ما بدنا ننسى نذكر الله، لا اله الا الله، حبيبي يا محمد يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. هون بس رح نضيفهم مثل ما عم لكم حبايبي، نصفهم هيك بالصف اللي بتحبوها أو الترتيب اللي بتحبوه انتو. طبعا الكمية بتعود لإلكم حسب أفراد العيلة، ما ضروري أبدا تلتزموا بالكمية اللي أنا عاملتها. الكمية بتعود لإلكم حبايب قلبي، يعني كل وحدة بتعرف عدد أفراد أسرتها، فينا تزود فينا تنقص يعني حسب.
أنا هون بصراحة أولادي في قسم بياكل وقسم ما بياكل، فأنا عملت على قدنا. والقسم اللي ما بياكل أكيد رح في عنا البطاطا الفتوش والشغلات هاي برمضان الفتة. يعني في بيستعيدوا عنا الحمد لله رب العالمين، الله يجعلها نعمة دائمة ولا يزولها. طبعا بس أنا هون ما صورت لكم بصراحة، شفتوا عند المغرب الواحد بيكون مستعجل فما لحقت صور أي شيء. الصوص اللي فضل معنا بالصحن أو الزبدة ما رح نروحه أبدا أبدا صبايا، رح نضيفه فوقها وهو فيها رح تستوى. ونكهته كتير كتير طيبة، نكهته غرام مثل ما عم قلكن صبايا. يعني اللي داقة من كلمة مع داقة بيقولولي كتير طيبة. صحة عقلبن وعقلوبنا وعقلب الكل من بياكل. بتمنى هيك انكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها إذا عجبتكم أو لا. وهي هي وصفتي لليوم، هيك مثل ما عم لكم صبايا، بس هيك رح نشعل الفرن من تحت أول شي لحتى تستوى تقريبا 3/4 السوا. رح نشغل الفرن من فوق، يعني تقريبا 3/4 الساعة من تحت، وبعدين الربع الأخير من فوق ومن تحت. يعني بنضل شغل من فوق ومن تحت الفرن. طبعا كل ست بيت بتعرف فرنة قوته، إذا كان قوي أو ضعيف. مثل ما شفتوا صبايا، هي بعد ما طلعت من الفرن الصوص اللي إلها كان كتير يعني طيب ولذيذ. يعني بتلتي هيك فيه بالخبزة طيب بدون أي شي. عن جد صبايا والله كتير كان نكهته طيبة. بتمنى هيك فيديوهاتي تكون عم تعجبكم. إذا عجبتكم صبايا ما تنسوني من اللايك واشتراك هيك مع اللي بتحبوهم، وتعليق حلو مثل قلوبكم الحلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته.